طافت عيناه تجوب الفضاء لما أعلق الطير السماء، لما أعلق الطير السماء. طافت عيناه تجوب الفضاء لما أعلق الطير السماء، لما أعلق الطير السماء. مكسورا ملطخا بالدماء، مكسورا ملطخا بالدماء. بكت أسى أبكاها السؤال، بكت أسى أبكاها السؤال. من كسر الجناح، من لون الريش بالجراح، من كسر الجناح، من لون الريش بالجراح. طافت عيناه تجوب الفضاء لما أعلق الطير السماء، لما أعلق الطير السماء. مكسورا ملطخا هاجر الوكر وللرياح اهتدى، مكسورا ملطخا هاجر الوكر وللرياح اهتدى. وصاح في الغيمة أجهشي بالندى، وصاح في الغيمة أجهشي بالندى. وبللي حنجرتي أدشن العودة بالشدى، وبللي حنجرتي أدشن العودة بالشدى. طافت عيناه تجوب الفضاء لما أعلق الطير السماء، لما أعلق الطير السماء. إذن السلام عليكم متتبعينا الكرام. حلقة اليوم من برنامج عبور نستضيف فيها فنان متألق، فنان مبدع، فنان صادق، وفنان له ملكة الصوت والعزف والتمثيل كذلك. إذن معنا في هذه الحلقة هذه الفنان جمال بودويل. مرحبا بك سي جمال. مساء النور أخ. أهلا وسهلا. شكرا للاستضافة، شكرا لبرنامج عبور. مرحبا. نتمنى لي إن شاء الله من هذا المنبر المزيد من التألق إن شاء الله والدوام، نكونوا عند حسن الظن ديالكم. إن شاء الله. مرحبا. مرحبا بسي جمال. إذا ما غاديش تعطلوا بزاف، غادي نبداو من البداية. سي جمال بودويل، البدايات أواسط السبعينيات من القرن الماضي، ولكن البداية كانت مسرحية وليست موسيقية في الأول. شوية ديال توضيح لهذه المسألة هذه. هي كبداية أي مثلا أي فنان ولا أي هذا، كانت بداية من المدارس. عندنا ذاك الوقت مدرسة المقاومة بمدينة في حي الصفا. كانت البداية، وكانت الأنشطة المدرسية. وبطبيعة الحال كيكونوا واحد الوليدات اللي كيكونوا دوك الوليدات اللي كيكونوا بارزين شوية في هذا. وكانت هذيك هي انطلاقة بحيث أنا كنت كنجود لهم القرآن من المدرسة. كنت كنجود القرآن، ونعقل كأنهم كيتسيروا بيا أقسام كاملة باش يسمعوني، باش يسمعوا تجويد القرآن. أنا ذاك كانوا أساتذة الله يرحمهم، الله يرحم الجميع، في مدرسة المقاومة في الصفا. الله يرحمه. وهذيك هي البداية. وأذكر واحد العام
كان في نهايه السنه الدراسيه كانت انشطه ديال المدرسه، وكان التحق بنا المرحوم محمد سعيد عفيفي. الله يرحمه. ربما كان كينقب على ولا كان معروض في هذاك الوقت، المهم وحضر لنا، وكان من بين المشجعين ديالكم ديال الانشطه المسرحيه الموازيه. وكانت هذيك هي الانطلاقه. ومن بعد الانطلاقه المدرسيه طبعا غتجي الانطلاقه الثانيه، اول جمعيه. اول جمعيه اذكر كانت مجموعه الطالعه. مجموعه الطالعه مسرحيه كان يترأسها انذاك الحاج محمد ابو الفرج. اييه. كان ديك الساعه، ولكن ما طولتش فيها بزاف. تم الانتقال يعني الى مباشره، واحد ما كاينش شي عام انتقلت الى جمعيه عروس الشواطئ. عروس الشواطئ اللي كانت انذاك من اهم او اكبر الجمعيات، الفرق المسرحيه كاينه وكانوا كل شيء يعني كل شيء بدا من تقريبا من عروس الشواطئ. وكان صادفني الحظ انني عشت معهم اقصائيات ديال المهرجان مسرح الهوات 79 78 كان انذاك في تطوان. وكنت من بين الممثلين اللي تختاروا باش يشخصوا مسرحيه ديال الاستاذ سعيد عايد. البيع بالمزاد العلني. واخراج كان المرحوم مصطفى الجلبي الله يرحمه، استاذ ديالنا جميع. كان هناك عدد ديال الممثلين، الحاج نجدي، عبد الله ويسقي، قمراني، محمد ظريف، الاخت فاطمه الزوجه ديال ظريف، مصطفى خميم، واحد العدد ديال الممثلين. الله يرحم اللي توفى، والله يشافي الناس اللي هما كيعانيوا الان في صمت بصراحه. سي جمال، هذه كانت البدايه المسرحيه طبعا، بدايه طالعه، ثم بعد ذلك عروس الشواطئ مع كبار طبعا الفنانين المسرحيين بجديده. بغينا نتعرفوا على البدايه الموسيقيه. والبدايه الموسيقيه فلما اكتشفوا عندي مثلا هذيك الموهبه ديال الصوت، انا ما كنتش كنعزف الاله، اكتشفوا ذاك الصوت، بداو كيسندوا لي بعض دوك الاغاني ديال الربط اللي كيكونوا في المسرحيات، وكانوا كيحملوني واحد الوزر ثقيل، كيعطوني انني انا نلحن. وفي نفس الوقت كنت كنلحن بعض المقاطع كنديروها بالشكل ديال الملحون. ولكن هذا الشيء عاوننا لاننا خدينا تداريب مهمه في المعموره، التداريب اللي كانت كتكون في كل سنه كانت الربيع على ما اظن. الربيع كنا كنلتحقوا بالمعموره من اجل التدريب مثلا على المسرح، لان كانت اوراش كبيره. كان ديزاتولي زوينين. كان الاخراج كان محمد ورده، في الاخراج كان مثلا في التاليف كان برشيد، في الاناره كان شداتي، في الملحون كان الحاج محمد سهوم ومحمد بوسته، لانه علاش كنقولوا مسرح ابو الفنون اللي كان كيجمع كل شيء الفنون طبعا. وكنا كنتلقنوا على يد هؤلاء الصراحه الاطر الاكفاء ديال الشباب والرياضه، كنا كنتلقنوا شي حويجات صراحه اللي ينفعونا مستقبلا، وبها باش حنايا طبعا. انا اللي عرفت او اللي عشت، انا طبعا انا جيل صغار منكم. عشت انتقال يعني الموسيقي من الورشان اللي كانت الاولى، وبدات الورشان المجموعه الموسيقيه اللي كانت ظهرات ايام الظاهره الغيوانيه، بدات الورشان الثانيه. وتم سي جمال تم فين طلع لهذيك المجموعه ديال الورشان. سي عبد محمد نكتشف ان الجديده في السبعينات كانت اوج ديال العطاء. اوج ديال العطاء في كل شيء، الفنون ولا الموسيقي ولا واحد العدد ديال الفنون، ومن ابرزها كان اللي كنت كنهتم بهم انا هو المسرح والموسيقى. فمثلا من وراء الظاهره الغيوانيه راه كانت عندنا واحد المجموعه قبل من جيل جلاله ومشابه هنا في جديده، هي الورشان، مجموعه الورشان. بقى ما كاين لا جيل جلاله ولا المشابه. كانت مجموعه اللي تكونت من بعد الغيوان في الظاهره الغيوانيه. تكونت هنا في المدينه الجديده. ديك الساعه الدرهم جيل جلاله لا يخطنوا بالمدينه الجديده. وانا لست ادري بعض الناس اللي كانت الانطلاقه ديالهم من المدينه الجديده ولكن يتنكرون الى محمد الدرهم، واحد العدد، محمد الجم في المسرح، واحد العدد ديال الفنانه اللي المهم الورشان كان برشيد الله يرحمه، عبد العالي دمكيله الله يرحمه، فاطمه، كان كمور، واحد الفنانه اللي من بعد الورشان تكونوا مجموعات اخرين، مجموعه الكفوف، مجموعه البريجه اللي كانوا فيها الاخوان الوداع.
وحمامي. اييه. من بعد هذه المجموعات كانوا جوج أزواق يقام لهم ويقعد في المدينة الجديدة. جوق النجوم، وكانوا من اقدم الاجواق. جوق النجوم اللي كان يترأسهم مولاي مصطفى الله يرحمه، ما أدرك مولاي مصطفى الله يرحمه. وجوق ديال المستقبل اللي كان كيترأسوا الحاج بشعيب السيبوي. صح. فكانت واحد المنافسة شريفة، ولكن كان الإنتاج وكان العطاء وبرز ابداع في ذاك الوقت. ابداع وانشطه، وكانت واحد ضجه ثقافيه لا نظير كبيره. صح. احنا كنتحصروا على هذيك الايام، طبعا كنتحصروا على الكم الهائل اللي كان من الفنانين، وطبعا مارسوا جميع انواع الفن في هذاك الوقت. السؤال اللي كيبقى كيطرح راسو سي جمال، وهو اختيارك لهذا اللون الملتزم للاغنيه. يعني خذيتي على العاتق ديالك واحد النوع صعب، يعني وخصوصا اللي شفنا دابا الاستمراريه، كندويو دابا حنا على استمراريه هذا النوع الموسيقي. واش فعلا انت كتامن بهذه القضيه غادي تبقى فيها دائما غتستمر، او انها موجه بدات كتضعف ويمكن نشوفوك في شويه ابعد من هذا الستيل؟ بالعكس، في الانطلاقه ديالي مثلا، لانه الانسان كيكون متشبع بالمسرح. هذا المسرح هو طرح عده قضايا صح. الانسان ولا العالم العربي باسره. وكانت عندنا واحد القضيه كنا حاملينها في العروض المسرحيه ديالنا، ان ديما كنا كنطرحوا القضيه الفلسطينيه. وهذا الشيء هو اللي تشبعت به، وبقى عندي انني بقى، رغم ان النصوص المسرحيه بدات تقلال وبداو كيقللوا حتى الممثلين، وبدات واحد كما بغيت نقول بحال واحد المسرح في المدينه الجديده ولا غادي في واحد الهاويه، لان واحد الوقت تراجع خطير كبير. فبدينا ولا مشكل. مثلا اذا كان عمل مسرحي الا فتي فيه غير 3 الناس عندك مشكل فيه. صح. فما كاينش التزام ديال الممثلين، ما كاينش هذا. وبدات هذه العمليه ديال المسرح كتناطر. فانا خديت على عاتقي انني تعلمت العود عصاميا، من بعد حتى جا ولا واحد المعهد بلدي، عاد قريت شويه. كان انا ذاك الرئيس ديال المدير ديال المعهد هو السي عز الدين المنتصر، كان ولكن للاسف ما طولش. صح. ما طولش بزاف، لانه كان واحد متنفس للشباب ديال المدينه اللي ما عمرهم عرفوا الموسيقى، قواعد ديال الموسيقى تعلموا، كانوا عصاميين وكانوا كيتعلموا الموسيقى. صح. فانا تشبعت بالقضيه من المسرح. فداك الشيء اللي ما قدرتش نحققه مثلا في المسرح، بديت كناخذ العود نحاول بعض القضايا العربيه ناقشهم بالموسيقى. واللي زاد شجعني اكثر هو ان الاصدقاء ديالي الشعراء، بطبيعه الحال ملي كيكون صديق ديالك سعيد تشفيني، او صديق ديالك الحاج محمد قابي، او الصديق مصطفى مكاوي. صراحه اللي درت معه واحد القضيه، قصيده جميله جدا، وانا تحت الانقاض اسمع وكتبكين، خذت جائزه في 92 في الاغنيه الملتزمه، صعيد الوطني في 92. فهنا بديت كنتشبع، وبديت كنقول انا راه عندي واحد القضيه كندافع عليها، رغم ان كانت بعض العروض باش انني نسجل اغاني شعبيه تبدل. فما كانش، ربما كانت كتجيني انا ثقيله، مع احترامي مثلا الاغنيه الشعبيه، لان الاغنيه الشعبيه عندها وزن ديالها وعندها ناس ديالها. فكان ما كانش على اقتناع بانني ندير الاغنيه الشعبيه. فكان المتنفس ديالي هو العود دائما، العود والاغنيه الملتزمه. وطبيعه الحال كنت كنسمع بزاف لبعض الفنانه العرب، جوليا بوتروس، سميتو ماجد الرومي، مارسيل خليل، أميمة الخليل. فهنايا بديت كنلقى رداتي في الاغنيه الملتزمه وفي العود. فقلت كنت كنغني مثلا شيخ امام، كنت كنغني لمارسيل خليفه، ولكن واحد الوقت وليت كنقتنع ببعض الاعمال ديالي انا. صح. مع سي سعيد تشفيني، اللي اول قطعه كان كتبها على ودي انا، وهي احلام طائر. كانت جميله بزاف. احلام طائر، لغه العصفور تعذبه يستنجد، لكن نحسبه بالفرحه ينشد اغنيه. وحنا تبارك الله في الجديده دابا عندنا شعراء، عندنا كتاب اللي تقدر تاخذ منهم ديك لاباز تعتمد عليها باش تكمل في نفس المشوار. كاين واحد المشكل سي جمال، وهو الان مع بروز هذه التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الخبر، انتشار اي شيء بسرعه. واش يعني بالنسبه لك
هي سيف ذو حدين انا كنظن. واش ما كتحسش بعض المرات كتشجع التفاهه؟ بعض المرات يعني بعض الاحيان كاين اللي مثلا نقولوا كتوصل المعلومه صح، كيستافدوا الناس بزاف، ولكن بعض المرات كيبانوا كيظهروا بعض يعني الناس اللي ما كتقدرش تقول فنان، ما تقدر تقول موسيقي، ما تقدر تقول. وبصراحة هي حتى هذاك اللي سماه الفضاء الأزرق، أنا في نظري كان غلط، ماشي فضاء أزرق، لأن الفضاء الأزرق هو الحاجة للحلم أما هذاك فضاء لنا كما قلتي سي محمد خويا كل من هب ودب إنتاج ما عرفت كيفاش كتعطيهم خاطرهم كيلوحوا داك الشيء. أنا رغم عندي أنا بعض القطع اللي ربما كيحسوا بها الإخوان بأنها قابلة للنشر، والله أنا أستحي أن أنشرها إلا لما كانت شي مناسبة ولا حاب بعض الآخر ولا سميتو. فما أنا شحال من واحد كيقول لي جمال علاش ما ديرش مثلا الحساب ديالك في اليوتيوب وهذا، ولا مرة قطيعة وداك الشيء فيه الربح. قلت له راه لا يهمني الربح، صح. ما كيهمنيش الربح، أنا اللي كيهمني مثلا أنا أعطيني غير قاعة فيها جمهور وانا وعودي وديك الساعه هذاك هو المتابع فعلا يعني هذا الصدق، هذا هو الصدق. وكتحس بحب الجمهور والقرب ديال الجمهور والكلمه الطيبه ولا صفقوا، هذاك هو الربح الكبير، هو ملي كيشجعك الجمهور. مؤخرا سي محمد ديك الاربعاء اللي فاتت كانت عندي دعوه من الرئاسه ديال العصبه المغربيه لحقوق الانسان في الرباط، حفل وما ادراك ما حفل، وكنت وحدي وكانوا تعرف الرئاسه ناس تبارك الله واصلينهم، ناس محامون، ناس صح. هذا في الحقيقه فكان واحد استحسان كثير يعني لان الاغلبيه ديالهم حيت كان داك الشيء وطني، فمنين هذا الاخ منين هذا الاخ، فكان وهذه ديما كنفتخر بها، كنقول الانتماء ديالي لهذه المدينه العريقه. صح. فانا جديدي واي حاجه كتكون فيها جديده لازم راك بجامه راه كاين مرحبا. سي جمال، كاينه مشكله في السوق الان، واش كتشوف الاغنيه الملتزمه باقا عندها بلاصه فهاد الزحام اللي وليت كنسمعوه ديال الالحان ديال الموسيقى ديال المطربين، كل نهار كينوض لنا واحد كيولي مطرب؟ واش الاغنيه الملتزمه دابا في السوق باقا عندها بلاصتها اولا فين كتواجد حاليا؟ يعني الاغنيه الملتزمه ليست اغنيه تجاره، صح، ماشي تجاريه، وانما الاغنيه الملتزمه دابا راه بارزه ولا زالت موجوده، فنجدها مثلا عند الجمعيات المثقفه، عند الطلبه الجامعيين، فهمتيني؟ بعض الشعراء يكون مثلا لقاءات شعريه ثقافيه، فما زال الاغنيه عندها جمهورها خاص. والدليل على ما اقول اخي محمد هو انني تقريبا دابا شي ما بين عيد المراه واليوم العالمي للشعر تقريبا شي 10 ديال الامسيات، كلهم كيطالبوا. مؤخرا كنا في الحد والفرج ذكرى الراحلين صراحه من المنبر نترحموا عليهم، رضوان ابراهيم حجري كاتب روائي والصحفي والشاعر حكيم عنقر، وكان لي الشرف انني احييت هذه الامسيه، وكان واحد الصدى غريب للاغنيه الملتزمه، فكنت كنغني فكان الجمهور كله يردد معي الاغاني، وهذا دليل على ان اذا راه متواجده ومركزه راسها الاغنيه، لا زالت بين المثقفين. صح فعلا، هي فعلا المتتبع ديال الاغنيه الملتزمه هو ذواق اكثر، كنقولوا حنايا ذواق للكلمه، ذواق للحن، ذواق للصوت، وحنا كنعرفوا جمال صوت جمال بودويل يعني جميل من الجميل، يعني هذا لا شك فيه، ولان سي جمال راه يعني كنتي من الناس اللي جودوا القران، وعندك يعني معلومات على النطق الصحيح، على الكلمه، على كتاب الله. صح. سي جمال، الى قلنا واش يغريك، واخا هذا السؤال انا عارف الجواب ديالو، واش يغريك مثلا تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، او انك تحيي حفلات مباشره؟ بصراحه انا افضل نحيي السهرات مباشره، فهذاك كما قلنا هذاك الاعلاميات ولا هذاك الشيء ديال اليوتيوب ولا هذاك الشيء، فما داخلش حتى للراس عندي صراحه، لان اهتم به، فانا افضل قاعه، افضل جمهور سهره حيه، مثقف، سهره حيه. صح. فمؤخرا جاتني دعوه من احد المذيعات بشذا اف ام،
شهادة اف ام، وطلبت مني باش نرسل لها بعض الفيديوهات مسجلين باش تعرف سميتو شنو النوع ديال الاغنيه اللي كان فصراحه بالصدفه لاح لي واحد الصديق، واحد السهره كان مرت في الحي البرتغالي، مسرح الحي البرتغالي، اغني فيها لمارسيل والجمهور كله كيردد معايا سميتو منتصب القامه امشي. فصيفط هذاك الفيديو ما بقاتش عاودت دوت معايا. ديك كانت هذه من بعد الطرائف اللي عشتها مؤخرا، انها اللي سمعت الجمهور كله كيردد وانا بالعود وهذا، فكان ما بقاتش عاود ربطت لي الاتصال. وانا كنحبذ الفكره انني صح. حتى شهاده اف ام شنو النوع خصني نغني مثلا، ما عرفتش شنو نغني، رغم انني انا لست ضد الغناء العربي. الغناء العربي يعني مثلا اللي كنجبدوا العباقره ديال الموسيقى العربيه، محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، فريد، الأطرش، عبد الحليم، الشيخ زكريا، صح. واحد العدد ديال فيروز، واحد وديع الصافي، صباح فخري، فتبارك الله هادو راه عباقرة ديال الموسيقى العربية. في الموسيقى العربية صح. ما تسخاش تحيدهم من ودنك. كان الصدق في الاداء، كان الصدق في كل شيء صح. مثلا بحال هذه الاغنيه دابا ديال الكوكو تمينيت، ربما تسمعها غير اليوم وتعاود تنساها وما تبقاش تفكر. غير دليل ان دابا ملي كتاخذ غير اغنيه لهاد الاسماء اللي قلت ام كلثوم كتحس بحال يلاه تصوبت غير البارح. صح، يعني صالحه لاي زمان واي مكان. اي زمان. هذه اغنيه واحد الموسيقى اللي ولات كما سماها واحد موسيقى جهنميه. موسيقى جهنميه يعني كتسمعها مثلا ساعه ساعتين، هذيك الساعه كتنساها، هذيك الساعه صافي وتوسخ لك غير. مثلا انا ما كنغنيش غير الاغنيه الملتزمه، اغني لمحمد عبد الوهاب، اغني لام كلثوم، اغني صباح فخري، الكلاسيكيات. المغربي عندنا الفن المغربي كلاسيكي، المغربي ابراهيم العالمي، اسماعيل احمد الله يرحمه، المعطي بن قاسم، واحد العدد ديال الفنانه. واحد الاغنيه فتح الله المغاري، صح. اغاني نعيمه سميح، بهيجه ادريس، واحد العدد ديال الاصوات المغربيه صراحه اللي ما كتشبعش منها الودن. صح. وهذو كلهم كانوا اغنوا الخزانه الموسيقيه المغربيه. زيد على ذلك مثلا هذا النوع ديال الطرب اللي كاين والاغنيه المغربيه، وزيد على ذلك ملي جات الظاهره الغيوانيه، فناس الغيوان مثلا المشاهب ولا جيل جلاله، فكان اللي موقع على الانسان، اطرف واحد الجيل ديالكم بزاف. بزاف صح. بحيث ان كلشي كتلقى، وحتى داك السهل الممتنع. كلشي كتلقى مثلا 4 ديال الناس، آلة وثلاثه ديال الايقاع ومجموعه ديال الغرض او مجموعه. صح. فهمتي، هذا كان كانت واحد التسهيلات، وكانوا بزاف ديال الشباب اللي جربوا هذه العمليه ومشاو في هذا الاتجاه. كان بزاف المجموعات عندنا حتى في مدينه الجديده. صح. بزاف مجموعه المغاريين، غزلان الليل، مجموعه شهاب، هذه واحد مجموعه شهاب كانت في مدينه القلعه. شهاب تبارك الله كانت مجموعه رائده. ترونت الله يرحمه، هذا ترونت كان واحد الصوت تبارك الله. واحد كنذكر عدد ديال الاسماء، وحيد كان واحد العدد ديال الاسماء، ولكن للاسف داكشي اللي وقع المسرح وقع الموسيقى. صح. ما كايناش ديك اليد البيضاء. صح. اللي غتهز بهذاك الفنان وتساعدو. ما كاينش تشجيع، ما كاينش هذا. صح للاسف. فعلا. سي جمال ما سخيناش بك اولا. ثانيا غنطلب منك واحد الطلب، هذه الحلقه هذه ستذاع على وسائل التواصل الاجتماعي، هل نذيع ام لا؟ لا بطبيعه الحال نحتاج الموافقه ديالك. لا بطبيعه الحال حنا مثلا هذا البرنامج ديال العبور برنامج فتي، وكنتمنوا ليه ان شاء الله المزيد ان شاء الله التالق، فان شاء الله تذاع الحلقه. شكرا سي جمال بودويل بزاف. سيداتي وسادتي، الى هنا ستنتهي حلقتنا هذه مع أعذب الموسيقى والمعزوفات من جمال بودويل. نخليكم مع هذا الوصلة الغنائية وشكرا.
مات الإنسان بداخل هذا الإنسان. لا شيء يميز بالقسوة عن لغم عن بركان. لا شيء يميز بالقسوة عن لغم عن بركان. مجنون ملغوما قد يتفجر يحيا دون آمان. أين الرحمة يا إنسان؟ ماتت فينا منذ زمان. أين الرحمة يا إنسان؟ ماتت فينا منذ زمان. وعجب قد كانت عينك لا تقوى أن تبصر طفلا يتعذب، أو تبصر أما تكلى باكية من ألم تتقلب. هي اليوم ترى آلاف الأطفال جهارا تسلم. مجنون ملغوما قد يتفكر يحيا دون آمان. أين الرحمة يا إنسان؟ ماتت فينا منذ زمان. أين الرحمة يا إنسان؟ ماتت فينا منذ زمان. وعجب